السلام عليكم أيها الأصدقاء. يلا بينا نتعلم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية الرائعة. من خلال التطبيق الرائع هنتعلم مجموعة من الجمل، مجموعة من الكلمات اللي من خلالها مع الوقت هنحفظ كمية كبيرة من الجمل وكمية كبيرة من الكلمات. مش هنبقى محتاجين غير مجموعة القواعد. هتكون لها كورس خاص بها إن شاء الله هنتعلمه سوا مع بعض. عشان ما نضيعش وقت يلا بينا ندخل في التطبيق الرائع. هندرس مع بعض مجموعة من الكلمات. جهز الورقة أو القلم أو الكشكول أو النوتة بتاعت كل مرة علشان نبدأ نكتب الكلمات الجديدة، ومع الوقت يكون معاك كمية كلمات كتير في النوتة بتاعتك أو الكشكول بتاعك، ما تحتاجش ترجع للفيديوهات تاني عشان تحفظ أو تراجع الكلمات دي. يلا بينا نبدأ. معانا أول جملة نسمع كده. I'm a student. I am a student. أنا طالب. مترجمة فوق أنا طالب. I work full time. I work full time. أنا أعمل دوام كامل. I am a freelancer. I am a freelancer. freelancer دي كلمة تسمعها كتير لو أنت هتشتغل في مواقع الفريلانسر، يعني العمل الحر. العمل الحر أو العمل كمستقل. هنا ترجمتها أنا أعمل كمستقل، يعني أعمل عمل حر مش تابع لشركة أو تابع لشغل معين حكومي أو جهة خاصة. لا، أنا أعمل شغل حر خاص بي سواء على مواقع أو على منصات. I don't work. I don't work. أنا لا أعمل. يلا بينا نبدأ أول تطبيق نشوف ترجمة الجمل دي ونبدأ نختار من 2 بس عشان تبدأ الأمور من بسيط نبدأ نصعبها شوية شوية. أنا طالب ترجمتها I am a student، ولا I work full time، لا I am a student. I'm a student. I am a student. أنا أعمل دوام كامل. I don't work ولا I work full time، لا I work full time. I work full time. Excellent. أنا أعمل مستقل. قلنا مستقل يعني فريلانسر. I am a freelancer. I am a freelancer. I am a freelancer. أنا لا أعمل. I don't work. I don't work. وهنا تطبيق استمع واختار. هيبدأ يقول لك جملة وانت تختارها من خلال الصورة اللي قدامك المترجمة بالعربي. I'm a student. I am a student. I am a student. تعال نسمعها كده بطيء. I'm a student. I am a student. أنا طالب. Okay. I work full time. I work full time. تعال نسمعها بطيء. I work full time. I work full time. دي ترجمتها أنا أعمل دوام كامل. I am a freelancer. I am a freelancer. أنا أعمل مستقل. I don't work. I don't work. أنا لا أعمل. في التطبيق ده هنكمل الجمل الناقصة. هنا معي I don't work. I don't work ناقصة كي. I don't work. بالفعل هسحبها. كلمة الجملة I don't work. هنا I و A. هنشوف تكملة الجملة إيه. I am a freelancer. هنا I تكملة work full time. هنا I am a student. أنا طالب. ندخل على الاختبار اللي بعده أو تطبيق I اللي work بعده. full time. I work full time. هنا I أول كلمة I work ناقصة O full F-U-L-L full you time. I don't work. I don't work. I don't work. I don't ناقصة D don't work. work ناقصة O. I don't work. I'm a student. I am a student. I am a student. نسمع تاني. I'm a student. I am a student. I am a. لو جينا نكتب حرف غلط مش هيقبل. مثلا كده I am المفروض هنا ايه a student. لا انا هكتب F كده. لا F مش كاتب. ال H لا مش هيكتب غير لما احط له ايه. شوف ما حطيت ايه قبلها على طول. student ناقصه ايه N. I am a student. I am a freelancer. I am a freelancer. I am a
نسمع تاني. I am a freelancer. I am freelancer. أوكي، نروح للاختبار اللي I بعده. work full time. I work full time. هنا عاوز نكتب كلمتين. full، اتفقنا مع بعض F U L L full، كامل أو مكتمل. full. time T، خليك معايا وركز. T A، لا مش A، T I. كمل معايا. أيوة M. time ناقصة إيه؟ E. I am a freelancer. I am a freelancer. I am a F lancer. I am freelancer. I'm a student. I am student. I am a T U D N T. I don't work. I don't work. I D O N والفصلة وتي. I don't work. أنا لا أعمل. ندخل على التطبيق اللي بعده. هنا جايب جمل إنجليزي وجمل عربي. هسحب الجملة الإنجليزي في المقابل ليها الجملة العربي أو العكس. هنا مثلا أنا طالب. I don't work. I am a student. I am a student. أنا طالب. كلا. I don't work. أنا لا أعمل. I am a freelancer. أنا أعمل مستقل. I work full time. أنا أعمل دوام كامل. بالفعل. Excellent. I work full time. I don't work. I'm a student. الصورة تدل على إن I am a freelancer. I work full time. I don't work. أنا أعمل دوام كامل. I work full time. I work full time. هي الثانية. I work full time. I'm a student. I don't work. إجابة الثالثة. I don't work. أنا لا أعمل. I work full time. I'm a student. I am a freelancer. إجابة الثالثة. أنا أعمل مستقل. فريلانسر مستقل. هنا التطبيق ده أو الاختبار ده أو المراجعة دي يجيب لك الجمل، الكلمات بتاعت الجملة وترتبها. كاتب لك رتب الجمل من فوق. هنبدأ نرتب. أنا طالب. I am a student. I'm a student. أنا طالب. I am a student. أنا أعمل دوام كامل. خدناها مع بعض وحفظناها ورجعناها. رجع معايا. أنا أعمل يعني إيه؟ I work يعمل. مادام I work يعني أنا أعمل. full time دوام كامل. هتسمعها كتير لما تشتغل إن شاء الله في شركات، أو لو كنت شغال في شركة هتعرف يعني إيه full time يعني إيه part time. I work full time. I work full time. أنا أعمل مستقل. أخذناها مع بعض وذكرناها مع بعض. أنا أعمل كمستقل. I am a freelancer. I am a freelancer. I am a freelancer. أنا لا أعمل. ها؟ معناها إيه؟ تتقال إيه بالإنجليزي؟ I don't work. I don't work. I don't work. I
don't work. I don't work. I don't work. وبكده يكون انتهينا وخلص درسنا النهاردة الجميل الرائع، وحفظنا مجموعة من الكلمات اللي نحتاجها في حياتنا وراجعنا عليها مرة واثنين وعشرة. أظن بطريقة المراجعة دي لا هننسى السبيلنج بتاعها ولا هننسى حفظ الكلمات. انتظرونا إن شاء الله كل يوم في فيديو جديد إن شاء الله بكلمات جديدة. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله لو احتجتوا التطبيق هنزله لكم في الوصف في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش اللايك الجميل والكومنت الجميل. أتمنى دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. السلام عليكم.